أعزائي مشاهدي قناة البي بي سي الإخبارية، معكم في استوديونا المتواضع هذا اليوم لقاء كبير يجمع بين قادة كبار من أهم قادة العراق، ألا وهم السيد محمد التميمي المتحدث باسم الجهة العراقية والجهة الأمريكية، السيد كمال المتحدث باسم الناطق باسم الحكومة العراقية، والسيد عبد الكريم الناطق باسم الحكومة العراقية أيضا، للتوضيح عما يجري الآن في العراق من دمار شامل. لا الله طفت الخوف. لا من دمار شامل في العراق، وحول ذلك جمعنا القادة الموجودين هنا هذا اليوم معكم. السؤال موجه للسيد. اولا نرحب بالسيد محمد التميمي، اهلا وسهلا بك في الاستوديو المتواضع. السيد كمال اهلا وسهلا. السيد عبد الكريم اهلا وسهلا بك. السؤال الاول والموجه للسيد محمد التميمي. بما انك سيد محمد التميمي المتحدث باسم الجهتين الامريكيه المحتله والحكومه العراقيه العميله، ما هي خططكم القادمه بالنسبه لمستقبل العراق؟ نعم. أنت تصور منه. نبدأ أول الحديث. طبعا أهلا وسهلا وشكرا جزيلا على الاستضافة التي تمت من قبلكم من قناة بي بي سي. أهلا وسهلا مرة ثانية. كما قلت سابقا وفي أكثر من حديث، نحن الآن في استمرارية في الأمور التكنولوجية والحديثة حاليا في الوقت الحاضر وفي الوقت السابق. بما أنه نحن موجودين في كل مكان، سوف نتحدث وبكل صراحة في كل يوم وفي كل ساعة عن الأحداث التي تمارس الآن في الوطن العربي وفي خاصة في العراق. نحن الآن بداية حقيقة نلتمس بها كل شفافية الأمور، وأنتم تعلمون ونحن نعلم والجميع يعلمون، بما أنكم تعلمون بما نحن لا نعلم في الأمور التي تستجد حاليا في الوقت الحاضر وفي الوقت السابق، وسوف نعلمكم بما هو حديث وجديد في الأحداث الجديدة. طيب سيد محمد التميمي، طيب هي الجهة المسؤولة بما أنك المتحدث باسم القوات الأمريكية الموجودة المحتلة للعراق، من هو المسؤول عن الدمار الموجود حاليا في العراق؟ سيد محمد التميمي تفضل. نعم، سوف نقول أكثر، وقلنا أكثر من حديث، وسوف نقول في الوقت الحاضر أننا موجودين في الوقت الحالي وبعد الحالي، لأننا كنا في قلب الحدث، وفي كل ساعة وفي كل يوم يوجد لدينا لقاءات كثيرة وأحداث شيقة، وسوف نستقبل آراءكم واقتراحاتكم في الوقت الحاضر وفي الوقت السابق، ولا نكون أن ندرك الأمور بما هي تريد، وإنما بما هي ترتدي، وما نحن نقبل بهذه الأمور كما أنتم تعرفون. شكرا لك سيد محمد التميمي، شكرا لك. نعود مع السيد كمال، وهو أحد القادة الكبار. السيد كمال أحد القادة الكبار الموجودين في العراق. سيد كمال، السؤال نفسه المطروح للسيد محمد التميمي، ألا وهو ما هي خططكم القادمة لمستقبل العراق وما يحدث هناك؟ تفضل. نعم تفضل. बाकी सब ये बैठे हैं इधर, बाकी ना तक हमने इतने बिठाया हम दस मैं राग बारे की गल करा, मैंने कोई पता भी नहीं है, ठीक है। बाकी इतने बैठे हैं सारे इकट्ठे हुए हैं, सारे बाकी सारे इतने तंग बैठे हैं, जनानियां को कुड़ियां को मिलदियां को नहीं है इतने। बाकी مستر مثنى. نعم سيد كمال، هل أنتم مسؤولون عن الفتنة الطائفية الموجودة في العراق حاليا؟ ना बाकी अरबी मैंने पसंद नहीं है कि ना समझ आती की बोलता है, इन्होंने पहले ये गल कही है कि मैंने समझ नहीं आती है। बाकी इधर देखो सारे तंग बैठे हैं, कितना कितना वेंदे पे سيد كمال، أين ذهبت أموال العراق في السنين الماضية؟ يقولون إنها سرقت، وأن القادة الكبار في العراق هم مسؤولون عن سرقة أموال العراق. تفضل.
इराक ना इराक की भैन दी बुड्ढी मैनू अपना बड़ा दुख अपने धुंध चंड पे मैनू उत्थे तक ही पता लगता ठीक है बाकी होर मैनू कोई ज़्यादा खबर नहीं हैगी बाकी नाल बैठा जड़ा भी देखो طيب كمان هذه انتقال الى السيد عبد الكريم احد القاده الكبار المسؤولين في العراق. سيد عبد الكريم هل تتهمون دول خارجيه هي مسؤوله عن الخراب الموجود حاليا في العراق؟ نه عزیزم اینجا خرابه وسایل گیرونه جنس گیرونه بعد وسایل ارزون هستن. نعم نعم. هل لديكم خطط مستقبليه لوضع العراق ان يكون العراق افضل في ديمومه؟ پاسپورت جیب خیلی گرونه مشکل از سفارت بگیریم با ویزا میمونیم اینجا. نعم نعم. سيد عبد الكريم اين ذهبت اموال العراق المسروقة؟ يقولون ان قادة كبار في الحكومة العراقية هي مسؤولة عن تهريب الاموال الى خارج العراق. الى اي جهة تذهب هذه الاموال العراقية؟ بله اینا کارهای جيش المهدی هستن. ولأحداث أمنية لا نعرفها تأخر السيد عمر وهو أحد القادة الكبار المسؤولين في العراق. ونعود إلى السيد عبد الكريم وسؤال سيد عبد الكريم هل أنتم أو من هو المسؤول عن الطائفية الموجودة في العراق التي أشعلت العراق؟ من المسؤول؟ مشروبات الکلی کلا تو ایران هستن 6 ماه زندانی دارن و جریمه سنگینی دارن و هیچ کس این مسائل رو به عهده نمیگیره. با خاطر همین آقای دکتر مصنع. نعم. سيد عبد الكريم هل هناك جماعات مسلحة تدعي لأحد الجهات إنها مسؤولة عن جهة خاصة وراء ما يحدث في العراق الآن؟ عشق چیز خوبیه، محبت، مهرورزی، دوست داشتن، از خودگذشتگی، اینا همه به هم ربط دارن عزیزم. نعم. أعزائي المشاهدين معنا عاجل كمان حدث انفجار سمع دوي انفجار الآن في مدينة بغداد قرب فندق ميريديان وتقول المراسل الصحفي أن هناك عدد كبير من الجرحى والقتلى في هذا الانفجار. ومعنا أيضا يقولون أن السيد عمر قد تمكن من الوصول إلى الاستوديو الآن وهو موجود حاليا خارج الاستوديو وسوف يتفضل الآن